دي فراخ مشوية في الاير فراير بتتبيلة ابسط من البساطة، ودي كانت اول تتبيلة اعملها اول ما بدأت اطبخ، وعلى مدار 8 سنين ما زالت تتبيلتي المفضلة. بتخلي الفراخ طرية بشكل مش متخيلينه، ده غير ان هي سهلة جدا. التتبيلة بتاعتنا اساسها مكونين بس، وهما الزبادي والكاتشب. هنحتاج من 3 ل 4 معالق كبار من الزبادي، 3 معالق كبار من الكاتشب، ومعلقة صغيرة من الصلصة اللي هي معجون الطماطم، ودي على فكرة اختياري. عصير ليمونة كبيرة، ومعلقة كبيرة من الزيت، أي زيت موجود عندكم. نظبط الملح بتاعنا، نحط معلقتين صغيرين منزودش عن كده، وفلفل أسمر وبصل بودر وبهارات فراخ أو كاري. نزود التتبيلة دي بشوية مية صغيرين ونقلبها، وكده التتبيلة بتاعتنا جاهزة إننا نضيفها على الفراخ. أنا هنا مستخدمة فرخة حوالي 1100 جرام، فلو هتستخدموا فرخة أكبر ممكن تزودوا مكونات التتبيلة. في الطريقة دي بحب أكون شايلة الجلد بتاع الفراخ وعاملة فيها فتحات بالسكينة بالشكل ده. ضفت عليها التتبيلة، قلبتها فيها كويس قوي ودخلتها جوه الفتحات اللي أنا عاملاها، وبعدين شلتها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. ممكن تسيبوها أقل من كده، بس الطريقة دي بالذات بتبقى أطعم بكتير لو سبتوها ليلة كاملة في التلاجة. ومن غير ما نغطيها بفويل ولا ورق زبدة، ندخلها الاير فراير على حرارة 200 لمدة 40 دقيقة. لو مفيش اير فراير ممكن تشوها على الجريل، بتبقى حلوه قوي في الطريقه دي. طلعوها على رغيف عيش عشان ياخد كل الطعم اللي فيها وتاكلوها بيه. بعد كده ادوها رشه كده من البقدونس الفريش او المجفف، وبالهنا والشفا.